تخيل كده تكون ماشي في يومك العادي وفجأة تلاقي نفسك وش لوش مع أسد أو نمر أو حتى تمساح ضخم. مواقف مرعبة اتصورت بالكاميرا بتبين قد إيه الطبيعة مليانة مفاجآت، وأحيانا المفاجآت دي بتكون قاتلة. في الفيديو ده هنتفرج مع بعض على أخطر وأغرب المواجهات بين البشر والحيوانات البرية، مواقف هتخلي قلبك يدق بسرعة وتخليك تقول يا ترى أنا كنت هتصرف إزاي لو كنت مكانهم. واحد وواحدة دخلوا الأسانسير عادي جدا والدنيا شكلها طبيعي، فجأة من فوق باب الأسانسير ينزل تعبان طويل. الكاميرا جايبة منطقة سكنية عادية في إندونيسيا، فجأة يبان تمساح ضخم جدا وسط البيوت والشوارع كأنه بيتفسح عادي. الراجل ده بيحتفل مع أصحابه وفجأة صاحبه حب يعمل له مفاجأة ودخل عليه شايل بوكيه ورد ومعاه أسد حقيقي. أول ما شاف الأسد قدامه عينه فتحت على الآخر من الصدمة تقريبا. بالمقارنة مع باقي الحيوانات المفترسة زي الأسود مثلا، الدببة هي الوحيدة اللي ممكن تبص للإنسان على إنه أكلة، وعلشان كده حتى الناس اللي عايشين جنبهم ساعات بيضطروا يستعملوا سلاح علشان يبعدوهم ويرجعوهم للغابة. تخيل كده تقوم من النوم تلاقي دب ضخم واقف قصادك وباصصلك، كارثة حقيقية وممكن تنتهي بكارثة أكبر. الحمد لله الراجل اللي في المشهد ده خد باله بسرعة واستخبى، وكمان حاول ما يبصش في عين الدب، لأن الدببة أول ما تحس بوجود كائن تاني قدامها ممكن تهاجم من غير تفكير. الدب مش بس قوي بشكل مرعب، لأ ده كمان عنده فضول وذكاء يخليك مش عارف تضحك عليه ولا تهرب منه. في بنتين بيلعبوا في المية وحواليهم شوية قروش صغيرة، شكلها حاجة بريئة كده ومفيهاش خطر كبير. حتى لو القرش الصغير اللدغة بتاعته بتوجع جدا وممكن كمان تسيب جرح خطير. مش مصدق عيني حرفيا، مين كان يتخيل ان الفقمة ممكن تتحرك بالسرعة دي؟ الراجل كان واقف عادي وفجأة الفقمة هجمت عليه بسرعة وخبطته ووقع، والأغرب انه ما وقعش مرة واحدة، ده وقع مرتين ورا بعض بسبب هجماتها. جاكور بيتحرك بخفة وهو بيقرب من صياد السمك، مش هياكل الصياد، لأ ده هيخطف السمك. في اندونيسيا عادي جدا تلاقي سحلية ماشية في منطقة سكنية. الموضوع مش غريب على الناس لان النوع ده من السحالي بيتحرك بحرية وسط البيوت والطرق. وفي نفس الوقت في فلوريدا بقى الموضوع مش غريب خالص انك تلاقي تماسيح ماشية في الشوارع. الناس هناك اتعودوا على المنظر وما بقاش مفاجأة زي الاول. الراجل ده بيحاول بكل قوته يمسك التمساح علشان يحطه جوه الزبالة. بصراحة فكرة عبقرية وطريقة عملية لو انت مش خبير في التعامل مع التماسيح. وبعدين الراجل حرر التمساح تاني فرجع لبيئته الطبيعية. لحظة مرعبة جدا لما قرر فرس النهر يهاجم الناس دي وهي بتصطاد. أفراس النهر معروفة إنها حساسة قوي في موضوع حماية أرضها ومكانها، بس المرة دي فرس النهر ما طلعش حتى من المية، ورغم كده الموقف كان خطير. خليك هادي وما تلفش ظهرك لو لقيت نفسك قصاد أسد، لأنك لو عملت كده هيشوفك على طول فريسة. اللي حصل ده كان قريب جدا في دلهي، راجل سكران دخل قفص الأسد وبدأ يلعب معاه كأن الموضوع عادي وبيعمل كده كل يوم. حتى الأسد نفسه اتلخبط ومش فاهم ايه اللي بيحصل. الحمد لله ان الأسد كان عاقل كفاية وما هاجمش عليه، لأنه لو كان هاجم عليه الناس كانت هتضطر تضربه بالنار، مع انه في الأساس مش غلطه. واحد كان راكب عجلته وبيتمشى في المدينة وفجأة نمر هاجم عليه من غير ما يتوقع. الحمد لله ان الراجل ده طلع وما حصلوش اصابات. على عكس باقي القطط الكبيره اللي بتصطاد لوحدها، الاسود بتصطاد في مجموعات علشان تزود فرص نجاحها. يعني لو لقيت نفسك في مواجهه زي المشهد ده، الحل الوحيد انك تجري باقصى سرعه، لان مفيش كائن يقدر يهرب من هجماتهم. ده كان لقاء مرعب بين راجل وجاكور وهو بيتمشى في الغابه. الفيديو الاصلي مدته 6 دقايق، بيبان فيه الجاكور وهو بيهدد الراجل وبيجري وراه. هو كمان معروف باسم بوما او اسد الجبال،
مشهور بالعدوانية، وهو أصغر شوية من باقي القطط الكبيرة، بس عنده مهارات صيد وقتل عالية جدا. علشان كده لو هتطلع تتمشى في مسافات طويلة وسط الغابات أو الجبال، لازم تفكر تاخد معاك سلاح أو مسدس زي الراجل اللي ظهر في الفيديو ده، يمكن يكون هو الفرق بين النجاة والهجوم. وزي ما شفنا المواجهات دي بتورينا إن الإنسان مهما كان ذكي وقوي قدام الحيوانات البرية يفضل دايما أضعف. علشان كده أهم حاجة نتعلمها إننا نحترم حدودهم ونسيب لهم مساحتهم، لأن ثانية تهور ممكن تكلف حياتنا.